السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ ان شاء الله انكم بخير وبصحة وسلامة. رجعنا لكم بمقطع جديد عن الخطايا السبع المميتة، ومقطع اليوم راح يكون انطباع الحلقة السادسة من ناناتسو نو تايزاي او الخطايا السبع المميتة. فبنعرف اليوم من هو المنقذ وقوة زيلدرس الحقيقية وحقيقة جوثر وغيره كثير. فقبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك والنشر يا رهيب، ويلا نخش بعد الانترو. في بداية الحلقة وبعد أحداث الحلقة الماضية نشوف جوثر يخرج عشان يتحدث مع كل من ديان وكينج، وعلمهم جوثر بتمرد البشر، وكان يقول أن هدفه إنهاء الحرب، وقال أنه بيضحي بنفسه وبيموت في سبيل إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب. وتوجه كينج للقابة، وديان بقت مع جوثر عشان تتعرف عليه أكثر، وكان جوثر يبدو كشخص جيد، وسأل ديان عن الحرب إذا كانت توقفت بعد 3000 سنة أو لا، وكان جواب ديان هو أنها توقفت، لكن سألت عن جوثر الدمية. وبعد ما صح جوثر الدمية علمه جوثر الحقيقي باللي بيصير، وكان جوثر الدمية يبكي، وتفاجأت ديان من هذا، وما كان يبغى من جوثر الحقيقي يتركه، وكان يقول لديان انهم ما يتركون جوثر ويصححون مساره ويجعلونه بالطريق الصحيح. وكان جوثر الدمية بهذه الحلقة كأنه طفل، وبصراحة كان مشهد جميل بينهم، والأوست كان أجمل. وقال جوثر ان هذه هدية مننا، وحط غنية على ديان. فأنا جبالي أمرين، يا انه رجع لها ذكرياتها او انه قسل مخها، بس الأقرب بالنسبة لي أشوف أنه رجع لها ذكرياتها، لكن هذا بيظهر بالحلقات القادمة. وبعدها شفنا توجه كينج للقابة بسرعة عشان يساعد جيراد، وكان هذا اختباره. بعدها انتقلنا لقتال البشر ضد اتحاد ستيغما، وكان رو ما يبغى يقتل جيراد، وهي كانت تحبه وهو كان يحبها لأنها تذكره بصديقته القديمة، لكن أحد رفاق رو هجم على جيراد وأصاب عينها وقطع أجنحتها، وراح لها وقطع رجلينها، وقام رو هنا بقتل كل رفاقه لحماية جيراد بسبب غضبه. وظهر لنا ماضيهم، وسبب هجومهم هو أن اتحاد ستيغما اللي يجمع كل من الملائكة والعمالقة والجن دمروا قريتهم بدون سبب. وأرجع وأقول انمي دموي مثل هذا ليه في حجم؟ المهم انهم وجدوا شيطان مصاب وساعدوه، وكان حقدهم يزيد ويزيد على اتحاد ستيغما. رقم هذا هو ما كان يبغى يكون نفسهم ويقتلهم مثل ما قتلوا قريتهم، وتساءل عن مليودس وشعوره. المهم ان بعد وصول كينج شاف اصابات جيراد وانها بيد رو، واشتعل غضبه، وكان يتذكر اخته، وبسبب غضبه هجم على رو بنية القتل، لكن تذكر بان وتوقف. وهنا نجح كينج بالاختبار لأن جليكسينيا قتله وما قدر يمسك غضبه، وبدأ يقتل ويقتل وانضم للوصايا بسبب غضبه. وعرفنا أن عشان تنجح بالاختبار لازم تختار قرار غير قراراتهم. وباقي ديان بالماضي وكانت بتروح لمكان كينج، لكن ظهر لنا خروج شخص يمتلك سحر قوي، واللي خرج هو زيلدرس. وقال جوثر انه قادم، وحط بين قوسين المنقذ. وش قصده بالمنقذ؟ واظن انه كان يقصد منقذ الشياطين. وشفنا زيلدرس بقوة جبارة ووقف بوجه جوثر، وما راح يقدرون لا جوثر ولا ديان انهم يهربون منه بسبب وصيته اللي بتتفعل على طول
أول ما تهرب منه. فالحل الوحيد قدامهم هو مواجهة زلدرس، وبنعرف قوته الحقيقية واللي كان دائما يبدو كأنه قائد للوصايا. فبنشوف كل شيء بالحلقة القادمة، وحلقة اليوم كانت حلقة جد أسطورية وبس. والله هنا نوصل نهاية المقطع، لا تنسى اللايك والاشتراك والنشر يا رهيب، ويلا سلام. Cosmo, I got issues. Some Barbie dolls sticking the stars. I said we looking for some brain with a whisk of the eyes. This last nigga was a dope dealer, hell of a guy. Said the pussy top 5, dead or alive. Can you make it? Some Barbie dolls sticking the stars. I said we looking for some brain with a whisk of the eyes.